ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا كويسين وبافضل حال وصحه. النهارده هنتكلم عن الازيليك اسيد، خصوصا الازيدرم لانه موجود ومتوفر في الصيدليات وبسعر كويس جدا. وهنتكلم برضو على المنتجات اللي موجود فيها غير الازيدرم، وهنتكلم عن الازيليك اسيد من حيث فوائده وازاي نستخدمه وهو بيعمل ايه بالظبط ومناسب لمين، وايه ممكن العيوب اللي تكون موجوده في الازيليك اسيد. لو عايزين تعرفوا كل ده كملوا الفيديو للاخر. الازيليك اسيد من المكونات اللي فعلا مهدور حقها، يعني لما نيجي نبص نلاقي ان الهيالورونيك اسيد واخد ضجه كبيره جدا، فالفيديو ده موجود هنا عشان نرجع الازيليك اسيد حقه ونعرفه للناس اكتر ونساعد الناس انها تستخدمه، وهنقول ازاي نستخدمه وكل الكلام ده. تعالوا بقى نبدا على المميزات الكتير والناس اللي ممكن تستخدم الازيليك اسيد وتستفيد منه. اول خبر صار كده ان هو مناسب للحوامل المرضعات. بالنسبه ان احنا بنلاقي صعوبه شويه ان احنا نظبط روتين مع الحوامل المرضعات، فالمكون ده لازم بيكون في الروتين بتاعهم، لانه كمان بيساعد في التصبغات اللي بتحصل بسبب لخبطه الهرمونات في الحمل، زي مثلا الكلف، فهو بيساعد ان هو يقلل ويمنع بشكل كبير تكون التصبغات دي. واحنا مش بنعتبر الازيليك اسيد ان هو مقشر مثلا زي الالفا هيدروكسي اسيدز، عشان هو مش بيشتغل على التقشير، هو بيشتغل على حاجات تانية. وكمان الناس اللي بشرتها معرضه للحبوب هيتبسطوا جدا من الازيليك اسيد، لان هو مضاد للبكتيريا المسببه للحبوب، فهيقلل جدا من نسبة تكون الحبوب، وكمان بيساعد ان هو يخفف الاثار اللي الحبوب دي سابتها، فهو بيلعب ادوار كتيرة قوي في نفس الوقت. والناس بقى اللي بتعاني من الروزيشيا او الوردية، فهو بيساعد جدا معاكم، وانصحكم ان هو يكون اساسي في الروتين بتاعكم، هيديكوا نتائج كويسه ويقلل الاحمرار معاكم كمان. ولو عايزين تعرفوا اكتر عن الورديه واعمل عنها فيديو ازاي نقدر نتعامل معاها، لان بصراحه هي بتكون رخمه شويه ان احنا نقدر نظبط روتين، بتتاثر بالجو، بتتاثر بحاجات كتيره قوي، فممكن اعمل لكم فيديو مخصوص بس عن الورديه. بس خلينا عارفين ان الازيليك اسيد بيساعد في الورديه جدا، وكمان الازيليك اسيد انتي انفلاماتوري كويس جدا في ظل البيئه اللي احنا فيها والجو والالتهابات اللي باقل حاجه، فهو كمان بيساعد ان هو يقلل الالتهابات في الجلد. طبعا انا دلوقتي عليت سقف طموحكم جدا بالنسبه للازيليك اسيد وتحمستوا جدا ان انتوا تستخدموه، بس خلينا اقول لكم ان الدراسات اثبتت ان هو بياخد وقت شويه عشان يبان نتيجته، يعني مش اقل من شهر عشان تشوفي نتيجه. بالنسبه كمان اكتر للحبوب، وماكسيمم بياخد 6 شهور عشان تلاقي نتيجة كويسة بالنسبة للحبوب وآثار الحبوب مع الازيليك اسيد. عشان كده بنقول ما نغيرش مليون منتج في الروتين بتاعنا في الشهر الواحد، ونفضل حاطين الروتين بتاعنا وننتظم عليه، وما ندخلش منتجات كتيرة ولا نخرج منتجات كتيرة، ونفضل منتظمين على روتين ثابت كل منتج فيه بيستهدف حاجة عندنا. وبالنسبة للروزيشيا الوردية بياخد حوالي 12 اسبوع عشان يدي نتائج كويسة معاها. بس الازيليك اسيد لايف سيفر للناس اللي بشرتها حساسه، الناس اللي مش بتستحمل منتجات مخصصه للحبوب، بتكون هارش شويه، فهو بيكون جنتل اكتر. وكمان الحوامل المرضعات اللي بيبقوا عايزين يستخدموا حاجات للحبوب بس اغلبها بيكون ما ينفعش، زي مثلا الريتينويد فما ينفعش طبعا، فالازيليك اسيد بيكون هو الحاجه اللي بتطبطب علينا وبنستخدمها بكل امان. تعالوا بقى نتكلم على هو موجود في منتجات ايه بالظبط. موجود في مصر في ازيدر، موجود في كل الصيدليات، وكمان على مستوى دول الخليج في سكينورين، وده منتج حلو جدا. موجود في ازيدر مع 20%، وكمان سكينورين 20%. موجود في ذا اورديناري بنسبة 10%، وذا اورديناري كمان كويس جدا لحد عايز يبدأ بأقل نسبة. وكمان موجود في منتج من باولا تشويس، بس ده سعره عالي شوية، اظن الناس اللي عايشة في امريكا واوروبا يكون سهل عليهم ان هم يجيبوه الى حد ما، لكن احنا خلينا في سكينورين والازيدرم للناس اللي في الشرق الاوسط. طبعا نيجي لاهم حاجة وهي ازاي نستخدمه. طبعا قبل ما نستخدم اي حاجه بنكون محتاجين بس ان احنا نعمل باتش تيست، نتاكد ان احنا ما عندناش حساسيه من اي مكون في اي منتج، يعني يكون غاسلين وشنا وغاسلين كمان المنطقه دي معانا بشكل كويس، وننشف المنطقه دي ونحط عليها طبقه رقيقه جدا من الكريم او من اي منتج. وطالما هو بيتساب يعني مش بيتغسل تمام، بنسيبه ونصحى تاني يوم تمام، عدى 24 ساعه ما حصلش اي حاجه، مفيش اي رياكشن، فتمام بنستخدمه على الوش كله اليوم اللي بعديه.
فتمام، عندنا الباتش تيست وكله تمام. نستخدمه بقى ازاي؟ اول حاجه عايزين نستخدم غسول جنتل مش بينشف البشره. ما نستخدمش ازيدرم او منتج فيه ازيليك اسيد على بشره منديه. نتاكد ان احنا نشفنا وشنا كويس جدا وخلاص نشف مفيش عليه اي ميه. ونستخدم طبقه رقيقه جدا جدا جدا، لان مش كل ما المنتج حطينا منه كتير كل ما هيكون فايده. ونحط بعده المرطب بتاعنا وبس كده، وننام ونصحى نحط طبعا واقي شمس الصبح نحافظ عليه. لو هنستخدم الازيدرم او الازيليك اسيد بيكون نسبته 20%، فدي شويه نسبه عاليه من الازيليك اسيد. فطبعا نبدا بالتدريج، ممكن نبدا مره في الاسبوع لمده اسبوعين، بعد كده مرتين في الاسبوع لمده اسبوعين، بعد كده 3 مرات في الاسبوع لمده اسبوعين. فكده بجد بنبدا بسيط جدا 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 عشان نعود بشرتنا عليه وندخله واحده واحده. وطبعا واحنا بنستخدم الازيليك اسيد يعني يستحسن ان احنا نوقف اي حاجه بتعمل تقشير زي ال AHA او PHA عشان ندي لنفسنا فرصه ان احنا نستخدم الازيليك اسيد وناخد منه نتائج كويسه، لان زي ما قلت هو بيحتاج وقت. وفي ناس بتستخدم الازيدرم او الازيليك اسيد بتحس بنغزات في بشرتها في اول استخدام، وده طبيعي. نكمل استخدام عادي وهتروح مع الوقت. بس زي ما قلت ما ندخلش مليون منتج في نفس الروتين بتاعنا، مش كتر المنتجات هو اللي بيجيب نتيجة. وانا كده خلاص خلصت الفيديو، اتمنى يكون عجبكم يكون فاتكم. وكمان قولوا لي عايزيني اتكلم عن مكون ايه في الفيديو الجاي. وبس كده، نتقابل الفيديو الجاي ان شاء الله في اقرب وقت.